السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا مزيانين وبخير. مرحبا بكم فيديو جديد وقضية جديدة. اذا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناة فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا جرس الاشعارات. ودابا اذا كنتم مستعدين فيلا نبداو. احداث هذه القضية غادي يديونا المحافظة الشرقية في مصر، بالضبط في 2019 في واحد النهار مع 3 د العشية تقريبا. واحد السيد الاسم ديالو نادر في عمره 30 سنة، ملي غادي يوصل للدار اللي كيسكن فيها هو والأم ديالو غادي يدق في الباب، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوب وحتى شي واحد ما فتح له الباب. ونادر مولف ان الام ديالو دائما هي اللي كتفتح له الباب، غادي جبت السوارت من جيبو غادي يفتح الباب ويدخل للدار. الهدوء اللي كان في الدار ثار الانتباه ديال نادر، ولكن قال مع راسو تقدر الام ديالي تكون خرجت تتغدى ولا تقضي شي غرض. غادي يدخل للدار وهو كيتمشى حتى غادي يوصل لبيت نعاس. ملي غادي يحل الباب غادي يشوف أسوأ حاجة ممكن كان يشوفها في حياته. الأم ديالو مقتولة وغارقة في دمها، والمصيبة أن حتى بنته اللي يلاه عندها 3 سنين حتى هي مقتولة وطايحة حدا جثة ديال جدتها. نادر دخل في واحد الحالة هستيرية وبقى كيغوت الرب اللي خلقه. الجيران ملي غادي يسمعوا الغوات غادي يجيو كيجريو، غادي يتجمعوا كاملين. ملي غادي يدخلوا عند نادر هيتفاجئوا ان جارتهم وحفيدتها مقتولين. هاد الام اسمها امل، في عمرها 65 سنة، كتبيع الخضرة في السوق. أما حفيدتها حبيبة كانت هي اللي مربياها، حيت باباها كان مطلق وكيمشي للخدمة في الصباح ما كيرجع حتى العشية. فحبيبة كتبقى مع جدتها دائما، إذا مشات للسوق كتديها معاها حتى كترجع، وإذا بقات في الدار فهي معاها، يعني ما كتفرقهاش بمرة. الجيران غير شافوا داك المنظر في ديك الساعة غادي يعيطوا للبوليس ويقدموا بلاغ باللي كاينة جريمة قتل فيها 2 ديال الضحايا. البوليس من بعد ما تلقاو هاد البلاغ غادي يلتحقوا بمسرح الجريمة مرفوقين بعناصر الأدلة الجنائية. وأول ملاحظة غيردوا لها البال من بعد ما دخلوا للدار أنها ما وقعتش عملية سرقة، حتى من الباب ما كانش مهرس وما كانش عليه حتى شي أثر ديال العنف. ولدها حتى جا عاد فتحو بالساروت. ولكن ملي غادي يدخلوا لبيت نعاس اللي فيه الضحايا هو بوحدو اللي مرون، فيه كيسان مهرسين، الحوايج مترشين في كل بلاصة في البيت. وهاد الفوضى اللي فيه كتبين أنه كان شي صراع ما بين الضحية والجاني أو الجنات قبل ما توقع جريمة. كذلك عناصر الأدلة الجنائية غادي يلقاو واحد مطرقة عامرة دم وطايحة في مسرح الجريمة، واضح بأنها كانت هي الأداة اللي تستخدمت في قتل الضحايا. ومن خلال المعاينة اللي عملوها فرقة ديال الأدلة الجنائية لبيت نعاس وحتى على الضحايا كيلاحظوا أن جثة أمل كانت قريبة من باب البيت، وراسها كان كامل مهشم، يعني اللي ضربها كان كيضرب بواحد الغل وبواحد القوة كبيرة لدرجة أن المخ ديالها خرج على برا. وملي غادي يقلبوا حتى الحفيدة حتى هي مقتولة نفس الطريقة، مضروبة في راسها وبالتحديد الجهة اليسرى كاملة مهشمة. من بعد ما البوليس وعناصر الأدلة الجنائية سالوا الإجراءات ديالهم في مسرح الجريمة، تم نقل الجثث لمستودع الأموات باش يفحصهم الطبيب الشرعي. البوليس في هذا الوقت ما قدروش ياخدوا الأقوال ديال نادر حيتاش كان داخل في صدمة كبيرة، الله يكون معاه ماشي سهلة. فقد في دقة واحدة أعز شخصين عنده، الأم ديالو وبنته. البوليس مأكدين من حاجة واحدة، أن هاد الجريمة ما وقعتش بدافع السرقة. فإذا شكون هذا اللي دخل عليهم للدار وشنو السبب باش يقتلهم بداك الطريقة البشعة؟ بقات الشرطة مدة طويلة وهي كتبحث في هاد القضية، حتى خرج تقرير التشريح الطبي ديال الجدة أمال وحفيدتها حبيبة اللي كان عامر مفاجآت. في التقرير كيقول أن الجدة تقتلت هي الأولى، عاد من بعد الحفيدة، وسبب الوفاة هو ديك الضربات اللي توجهت للجمجمة. أما التوقيت الوفاة كان ما بين 10 حتى 11 ديال الصباح. حتى لهنا كيبان التقرير تقرير عادي وواضح، ولكن الصدمة اللي ما كان متوقعها حتى واحد هي ملي جا في تقرير الطب الشرعي أن الجدة قبل ما تتقتل بشي ساعة حتى لديك ساعة ونص كانت عملت علاقة جنسية رضائية. هاد المعلومة سببت لنادر صدمة جديدة، ما بقى فاهم والو لا هو لا البوليس، بالأخص من اللي عرفوا أن رجلها توفى هادي سنين.
حيت الضحية ما كان عليها حتى شي أثر ديال المقاومة كتبين أنه تعدى عليها شي واحد. الضحية ما تعرضتش للاغتصاب، هاد العلاقة كانت بإرادتها ورضاها. نادر ما قدرش يستوعب هاد الخبر، حتى ملي غادي يسولوه البوليس لقاوه ما عارف حتى شي حاجة بخصوص هاد الموضوع. قال لهم أنا ما عمرني شكيت ولا رديت البال أن الأم ديالي كتعمل شي حاجة فحال هيدا، ولا عمرني كان يطيح في بالي أنه تكون عندها شي علاقة. البوليس من بعد ما خداو أقوال ولدها غادي يتوجهوا للجيران والناس اللي ساكنين في داك الحي، وبداو كيسولوهم واحد واحد على الضحية، واش تكون الناس اللي كيجيو لعندها فاش كيكون ولدها في الخدمة، واش كاين شي شخص معين اللي كيتردد دائما على الدار. الجيران كان الجواب ديالهم لا، ما عمرهم شافوا شي واحد داخل للدار ملي ما كيكونش ولدها. بالعكس كيقولوا باللي آمال كانت الله يعمرها دار، مرا كبيرة وداخلة سوق راسها، كل نهار كتمشي للسوق وكتبيع في الخضرة غير باش تعاون راسها وتعاون ولدها. البحث اللي تعمل مع الجيران ما زاد في القضية والو، فالبوليس هيرجعوا يسولوا ولدها واش عندكم عداوة مع شي حد ولا مشاكل، واش سبق لشي واحد هددكم بالقتل. ولدها كيقول لا، هادشي ما كاينش، حنا ما عندنا لا عداوة لا حتى شي مشكل مع شي حد، بالعكس حنا علاقتنا طيبة مع عائلتنا والجيران. اذا واش كتشك في شي واحد اللي يقدر يقتل الام ديالك وبنتك بديك الطريقة؟ ومرة اخرى نادر كيقول لهم لا، انا ما عارفش وما شاك في حتى واحد، انا لحد هاد الساعة باقي ما مستوعبش هادشي اللي وقع. الشرطة وفي إطار الأبحاث ديالهم غادي يتوجهوا للسوق اللي كانت كتكون فيه الضحية. نفس الهضرة كتعاود أن آمال مرا الله يعمرها سلعة، كتجي تترزق في السوق كتسالي كتمشي لدارها، وعمرهم ما لاحظوا عليها شي حاجة ماشي هي هاديك. إذن شكون هيكون قتل هاد المرا؟ خصوصا أن الطب الشرعي ذكر أنها عملت علاقة رضائية مع شي شخص بمدة قصيرة قبل ما تتقتل. فشكون هاد الشخص اللي كانت معاه؟ هذا هو السؤال اللي كان خاص البوليس يلقاو له جواب في أقرب وقت. البوليس بقات في يدهم ورقة وحدة اللي ممكن بها يفكوا خيوط هاد الجريمة: كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة اللي كاينة في الشارع وبالتحديد في المنطقة اللي فيها ديك العمارة. عملية تفريغ الكاميرات والبحث غادي تستمر ل5 أيام باش يتوصلوا لهاد الشخص اللي تخليها في داك الصباح ما بين 8 حتى ل 12 ديال النهار، يعني الوقت اللي وقعت فيه الجريمة. بقاو كيقلبوا حتى وصلوا لواحد الكاميرا كتبين واحد الشاب يكون في الثلاثينيات غادي يدخل العمارة مع 9 الصباح. الدنيا كانت خاوية، ما شافوا حتى واحد. مع ال11 كيبان لهم نفس الشخص خارج من العمارة، لكن هاد المرة كيبان مخلوع من خلال ملامح الوجه ديالو وتصرفاته. كيبان خايف بزاف، كيمشي بسرعة دغيا دغيا وكيدور موراه فحال اللي خايف يشوفو شي واحد. مهم البوليس غيحتفظوا بديك التسجيل وغادي يتواصلوا مع ابن الضحية باش يلتحق بهم ديك الساعة لمركز الشرطة. غير دخل نادر للكوميسارية وراوه الصورة ديال داك الشاب وسولوه واش كيعرفو ولا سبق له شافو في شي بلاصة. نادر غير شاف التصويرة قال لهم كنعرفو مزيان. فشكون هو هاد السيد؟ قال لهم أحمد الصديق ديالي المقرب، ولكن شنو كان كيعمل تما هو كيعرفني في ديك الساعة كنكون في الخدمة. البوليس بدات كتتضح الصورة عندهم شوية، فهنايا غادي يمشيو مباشرة ويعتقلوا أحمد باش يعرفوا شنو تحت راسو وشنو مخبي. في إطار البحث معاه قال لهم باللي بقى فيه الحال بزاف للأم ديال صاحبه وكيفاش تقتلت، حيت هو كيعتبرها بمثابة الأم ديالو. منين غيواجهوه بالتسجيلات بأنه دخل للعمارة غادي ينكر وقال أنا ما مشيتش في الصباح تما نهائيا، أنا كنت في الخدمة، هيكون غير شي واحد كيشبه لي، أما أنا كنت خدام. فاش كيخدم هو عنده واحد الموتور ديال 3 دروايد كيهز به بلايص. وفي خلال داك البحث كامل كيأكد أنه ما داش من داك الزنقة نهائيا. ولكن واحد الحاجة غادي تثير انتباه البوليس في أحمد: يدو وعنقو كاملين مخبوشين وأثر ديال داك الخبش كان باقي جديد. الشرطة فاش غادي يسولوه شنو السبب ديال داك القميش
قال لهم وقع لي غير واحد المشكل مع واحد الشخص خدم معايا في نفس الدومين، وبدينا كندابزو وهو قمشني في يدي وعنقي. البوليس باش يتأكدوا من الأقوال ديال أحمد غادي يتوجهوا معاه للمرحلة الثانية، فغادي ياخدوا البصمات وحتى عينة من الحمض النووي ديالو باش البصمات يطبقوهم مع البصمات اللي على مطرقة، والعينة غادي يتم مقارنتها مع العينة اللي كانت على جسم الضحية. وفعلا في الأخير طلعت النتيجة مطابقة 100%، البصمات والعينات بجوجهم دياولو، يعني أحمد هو اللي قتل آمال وحفيدتها. وحتى فاش مشاو سولو في بلاصة الخدمة ديالو تأكدوا باللي في داك الصباح ما جاش للخدمة. البوليس واجهوه بالأدلة والحجج اللي ضده كاملين، فهنا أحمد ما بقى قدامه حتى شي خيار من غير يعترف ويعاود لهم تفاصيل ارتكاب هاد الجريمة. في الاعتراف كيقول أحمد باللي كيعتبر نادر فحال خاه ماشي غير صاحبه، هو كان مولف كيمشي لدارهم ويجلس معاه، ولكن بطبيعة الحال ملي كان كيكون نادر في الدار حتى لواحد النهار غيقول مشيت ودقيت على أساس نادر كاين في الدار. فتحت الباب الأم ديالو وطلبت منه يدخل للدار. ملي غادي يسولها على نادر غادي تقول ليه غير تسناه دابا شويه غادي يجي. دخلته امل للصالون وجلساتو قالت له غادي نعمل لك واحد كاس ديال اتاي، وفعلا قال له جلست وبقيت كنستنى ولدها على ما يرجع. هادشي اللي جا في الاقوال ديالو. حتى لواحد شويه هتوقف عليه الضحيه وهي شبه عاريه، حتى طاحوا في المحظور وتمت علاقة جنسية ما بين الطرفين. ومن داك اللحظة بالضبط بدات العلاقة ما بين أحمد وأم صاحبه. كان أحمد كيبقى يوميا حاضي نادر غير كيمشي لخدماتو، هو كيطلع لدارهم. واستمرت هاد العلاقة بيناتهم حتى تقريبا شي 6 شهور، حتى لداك النهار اللي غادي توقع فيه الجريمة. كيف العادة أحمد دخل عند آمال البيت ديالها، حفيدتها حبيبة كانت ناعسة في بيت آخر. المهم من بعد ما وقعت واحد العلاقة من بيناتهم توقف آمال وتقول أحمد حنا تلاين غنبقاو في هاد الحرام، هادشي كيغضب الله. هنا أحمد قالها مفهمتش شنو كتقصد بهضراتك، غتقول له خصك ضروري تتزوج بيا. أحمد فاش سمع هاد الهضرة تعصب بزاف وقالها واش حمقتي انا نتزوج بك انتينا وانتينا كبيره حتى من الام ديالي اللي يلاه عندها 53 عام وانتينا عندك 65 وباغيني نتزوج بك، شنو بغيت الناس يضحكوا عليا؟ ولكن امال بقات مصره على رايها، قالت له هاد المده كامله وانتينا كتجي لعندي وكتستغلني، ما قلتيش بلي كبيره عليا، دابا عاد وليت كبيره. ايوا اسمع شنو هنقول لك، اما تتزوج بيا او لا غادي نفضحك مع عائلتك وغادي نعاود للوالده ديالك كلشي، وماشي غير هما غنقولها حتى لولدي، وكون مأكد نادر اذا عرف هادشي والله حتى يقتلك. احمد من بعد ما سمع هاد الهضره غادي يجهل على امال وغادي يبداو يدابزو تما فاش تهجمت عليه الضحيه وقمشاتو في يديه وفي عنقو، وباش تحاول تدافع على راسها كانت كتهز اي حاجه كتلقاها حداها وكترميها عليه. هي فاش لقاو البوليس داك الروينه في بيت النعاس وهما كيدابسوا غادي تبان لاحمد واحد المطرقه محطوطه في الارض، هزها وبدا يضرب امال في راسها بكل قوه حتى هشم لها راسها، وبسبب الغوات والصداع اللي وقع فقدت الحفيده حبيبه. احمد ما كانش كيحسب ليه البنت كاينه تما، على بالو امال كاينه بوحدها في الدار. خرجت البنت من بيتها وجات للبيت النعاس وكتبان لها جدتها طايحه وغرقه في دمها واحمد واقف قدام الجثه ديالها. البنت بالخلعه من المنظر اللي شافت يلاه بغات تغوت وتهرب، حتى كان احمد هز نفس الطرقه وضربها لراسها في بلاصه غادي تطيح البنت ميته حدا جدتها. كانت هذه هي الاعترافات الكامله ديال احمد ومن بعد هادشي غادي يتحال للمحكمه وغادي يصدر في حقه حكم بالاعدام. وانتم عارفين ان في مصر حكم الاعدام كيطبق. القضيه ديالنا كتسال هنايا. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو. تلاقاو في الفيديو الجاي. سلامة.